السلام عليكم. اليوم ما شاء الله غنحضر معكم واحد الغريبه غزاله اللي كتجي سريعه في التحضير وكذلك مقادير اقتصاديه وبنينه بزاف. خليكم مع طريقه التحضير والمقادير. نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير بساطه البنات لهاد الغريبه واقتصاديين بزاف. عندي هنا واحد هاد الكيسان ديال العنبه ديال لافارين، راني ديجا غربلتهم وغادي نشوفوا ان شاء الله واش غادي يخص او نقص. وكذلك عندي واحد نص ديال كاس ديال الزنجلان، هي النص ديالو راني حمرته ديجا على هذا الشكل هذا، كيجي صراحه محمر غزال كيعطي واحد النكهه زوينه في غريبه. كاس ديال العنبه ديال السكر، يعني سكر كلاصي، جوج مخمرات وفانيا، كاس ديال العنبه ديال الزيت اللي غادي نديرو ان شاء الله في هذه الغريبه. ونبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نضيفو كاس ديال الزيت هو الاول. راه البنات هنا كاس ديال العنبه ديال الزيت فقط هو اللي غادي نستعمل ان شاء الله. غادي نضيف عليه سكر كلاصي لي كاس تا هو ديال العنبه والزنجلان وفانيا، نضيفو يعني سوائل كامله ونضيفو داكشي الاخر اللي دغيا يتخلط. وبالنسبه للفارين غنخليه هو الاخراني باش نشوفوا على حسب ني غنبين نجمعوا الخليط ديال هاد الغريبه كي غيكون عندنا. ونبدا كنخلط مزيان بيدي حتى نحسوا بداك السكر ديالنا داب. ولا كان فيه شي حبيبات يعني حاولوا ديروهم بيديكم، الاحسن تخدموا يديكم على الفوي باش تجيكم سهله ويكون القوام مزيان بيديكم تخدموا احسن. وهاد الغريبه صراحه كتبغي انك تخدم بيدي باش تشوف القوام ديالها كيف داير. غادي نضيف ان شاء الله الكاس الاول ديال العنبه اللي ديال الدقيق ونخلط، ونزيد ان شاء الله الثاني، يعني تقريبا الكاس الثالث هو اللي غيجيني في الشك اما غادي نكملو اما غادي يخصني الدقيق. ماكسيموم تقريبا ان شاء الله غادي يجوني 3 كيسان هما هذوك. ونعاود نخلط مزيان ونخوي نص كاس، ونضيف كذلك الخميره لان جوج ساشي، والنص ديال داك الكاس ديال الدقيق، ونشوف على حسب واش غادي يخصني ولا مازال. ونخلطو مزيان. صراحه هاد الغريبه البنات راه ما كتبغي لا دلك لا والو. ملي كنديرو هاد العمليه ديال ان الزيت هي الاولى كنخويوها وحتى كنبداو كنضيفو بشويه بشويه المكونات الاخرين، يعني كنكونوا متحكمين في القوام ديال هاد الغريبه هادي، يعني ماشي ثقيل وماشي قاصح بزاف. ونفترضوا ان الواحد كيقصحها يزيد واحد جوج معالق تقريبا ديال الزيت ويبقى مكمل الطريقه ويجمع مزيان الخليط. انا بديت صراحه كنحس بيه انه نقدر غادي نزيد واحد شويه ولا غادي نزيدو كاملو، حيت بقى لي هنا واحد جوج ماكسيموم واحد جوج معالق ديال الدقيق يعني ماشي بزاف. ونبدا كنخلط ان شاء الله مزيان حتى نتحصل كي قلت لكم على القوام اللي بغيت. ونكتفي ان شاء الله بهذاك الدقيق اللي عندي. دابا درت البنات 3 الكيسان ديال العنبه، يعني تقريبا نقدروا نديروا على هاد الغريبه هادي في الغفله الا نجاو شي ضياف ولا شي حاجه يعني دغيا كتوجد صراحه الله. يعني كتبغي شويه في الطياب يعني كل واحد يكون تيقابلها مزيان باش دغيا طيب. يعني هي كتغفل عليها يقدر تحرق او اي حاجه من هذا القبيل. الواحد من الاحسن يوقف عندها، يوقف حداها في الفران. وتنشوف ان دابا عندي الخليط مزيان. هنشوف شي وحده اللي بتكور ليا مزيانه. ونبدا ان شاء الله غادي نجيبو الطاوه اللي غادي نكور فيها نشكل فيها الكبيرات ديال هذا الغريبه. نخليها ترتاح هاد الخليط ديال هاد الغريبه واحد الماكسيموم واحد 10 دقائق ونبدا ان شاء الله كنوجدو فيهم. يعني ما تقيلش يعني باش يبدا كيتكركب لينا عاد نعرفوا ان الخليط مزيان.
ونكمل الكميه كلها بنفس الطريقه. وبالنسبه لطريقه الطياب ديال هاد الغريبه راه كلشي كيعرفوا، يعني غادي نشعلوا لتحت ونقصوا عليه البوطه حتى تشقق لينا مزيان هاد الغريبه ديالنا وتحمر لينا، ونكملوا ليها الطياب من الفوق باش يتحمرنا الوجه لتحت ديالها، ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالتنا تاع اليوم. راه كتعطي هاد الكميه كلها صراحه اللي وريتكم اليوم تاع هاد الكيسان ديال الدقيق، هاد الشيء اللي خرجت ليا يعني كميه زوينه. يقدر نحضروها للكوتي او نحضروها للناس اللي كان جايين على غفله وكيبقى طريقه الطياب صراحه على حسب كل واحد فينا. كاين اللي كيبغيها محمره او على هذا اللون الذهبي في الشكل هكا. كنتمنى اللي اول مره كتشوف القناه ديالي ما تنساش دير اشتراك للقناه وكذلك جرس باش يوصل ان شاء الله كل جديد ديالي. وكنتمنى كذلك جميل الفيديو الى عجبكم ديال اليوم، وتهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبسلام عليكم.